سنة 2001 كنت عايش في استراليا، وهناك اتعرضت لأغرب موقف عشته في حياتي، واللي عمري ما توقعت ولا فكرت حتى في خيالي إنه ممكن يحصل. قابلت راجل رفع قضية على ربنا، والراجل ده للأسف كان يبقى صديقي علان شغال محامي، بس مش أي محامي شريف جاب آخره من الظلم والفساد اللي بيشوفه في النظام القضائي. ففي مرة لقيته بيقول لي إنه ساب المحاماة واشترى مركب صيد صغيرة وقرر يشتغل صياد ويسيبها على الله وهو ورزقه. انا بيني وبينكم حسيت انها لسعت منه شويه، بس قلت له تمام، اللي انت شايفه واللي فيه الخير يقدمه ربنا. بس اللي حصل ان علان لما راح يصطاد الجو قلب برق ورعد في سماء الله، والمركب اللي اشتراها عشان يصطاد بيها السمك السما اصطادتها بالبرق وانفجرت في لحظتها. اتحرقت المركب وغرقت في الميه. علان جالي سالني اعمل ايه؟ قلت له منك في شركه التامين، هم المفروض يعوضوك. وفعلا طلع علان على شركه التامين، وهناك رجعوا طلب. What do you mean, act of God? وبعدها ردوا عليه قالوا له انهم غير مسؤولين تماما عن تعويضه عن اي خسائر، والسبب ان مركب الصيد بتاعته اتدمرت نتيجه اللي هم بيسموه acts of God، اللي هو بما معناه قضاء وقدر، او بالتحديد فعل من افعال ربنا. I'm sorry. واللي هو سكه ودغري بيقولوا له اخبط دماغك في الحيط، ربنا هو السبب، روح خد حقك منه. فعلان جالي وسالني بصفتي شخص هو بيشوفه قريب من ربنا، ده من وجهه نظره هو يعني، وقال لي فهمني ايه هي مشيئه الله في اللي حصل لي يا رجل. قعدت معاه وقلت له الحقيقه انا ما اعرفش، انا مش عارف ايه هي مشيئه ربنا في اللي حصل لك وليه الله سمح بحاجه زي دي، لكن انت الوحيد اللي تقدر تعرف وتكتشف مشيئته ليك مش انا. فسالني ازاي؟ قلت له في خطوات لما تمشي عليها تقدر تتعرف على مشيئته، وقسمت له الخطوات دي ل8. اول 4 خطوات اتكلمنا عنهم الحلقه اللي فاتت، فتقدر ترجع لها وتشوفها بنفسك. وكملت مع علان ودخلت في الخطوه ال5، وحسيت انه بدا يزهق ويتعصب والكلام ما يعجبوش، بس انا كملت كلامي في جميع الاحوال وقلت له الخطوه ال5 يا علان اني عايزك تسجل مواقف ربنا كان معاك فيها في حياتك، سواء دي كانت مواقف حسيت فيها بنعمه ربنا وكرمه او ستره ونجاته من مشاكل معينه. المهم انك تفتكر المواقف دي عشان هي اللي هترجع لك سلامك وثقتك في ربنا لما تكون تايه، زي ما انت تايه دلوقتي وبتسال ربنا عمل فيك كده ليه. فعلان سالني هو مش مقتنع بكلامي كده، وقال لي بس دي ايه علاقتها بمعرفتي لمشيئته؟ قلت له تفرق كتير. الفكره اننا اوقات بنمر بمرحله فتور روحي. انا شخصيا اوقات بحس ان علاقتي بارده مع الله، وده عادي طبيعي، زي اي 2 مرتبطين بيجي لهم فتره بتكون علاقتهم محتاجه تتجدد شويه. فممكن في الوقت ده تكون انت على وشك انك تاخد قرارات مهمه في حياتك، ففي الوقت ده محتاج تفتكر ازاي ربنا اتدخل في حياتك قبل كده في المواقف المختلفه، وبكده تجدد علاقتك بالله وتقلل اللخبطه اللي انت فيها دي. حسيت ان علان مش مقتنع، فحاولت اجيبها له بطريقه تانية. فقلت له يا سياده المحامي الصياد، انت لما تبدا تخزن المواقف اللي الله كان معاك فيها هتلاقي ان الالم اللي انت بتمر بيه بقى ليه معنى وبقى مفهوم في اغلب الاوقات، مش دايما برضه عشان اكون صريح معاك. فعلان سالني وهو ليه اصلا ربنا بيسمح بالالم من الاساس؟ ليه ما منعش البرق يضرب مركبتي ولا منع الفساد اللي مالي المحاكم؟ فرديت عليه من وجهه نظري وقلت له الحقيقه ان ربنا مش من مشيئته اننا نتالم، الا ان ربنا لا يملك غير انه يسمح بالالم ده. لان الالم يا اما بيجي نتيجه البشر يا اما بيجي نتيجه القوانين الطبيعيه اللي بتحكمنا وبتحكم العالم. فلو كان نتيجه البشر فربنا ما ينفعش يمنعه، والا هيكون بيقتحم حريه الانسان ويتحكم في اختياراته. يعني تخيل معايا دلوقتي ان في واحد جه وقرر يرفع ايده ويضربك، فربنا شل ايديه. فين حريه الانسان ده اللي قرر انه يتصرف بالشر؟ ربنا هيحاسبه على ايه لو كان منع شره؟ انما في كمان الحوادث الكبرى اللي بتفني شعوب زي الطاعون او الفيضانات، او على سبيل المثال البرق اللي دمر مركب صيدا. دي كلها حاجات انت مالكش ذنب فيها، لكن برضه دي كلها سببها تفاعلات البشر مع الطبيعه او نتاج قانون الطبيعه اللي ربنا حطه لحكم الارض، وهو عارف كويس قوي نتيجتها. بس معرفه ربنا مش معناها انه يتدخل في كل الامور البشريه والطبيعيه، والا ما كانش حط قوانين الارض من الاساس. فقال لي بس انا ولا مؤاخذه يعني انا ذنبي ايه؟ انا مال اهلي. قلت له ما هو بالرغم ان الله مش بيمنع الشر، الا انه بيداوي جروح المصاب، يعزيك ويكافئك على صبرك ده حتى لو مش مكافأة مادية على الأرض. وفكر كويس جدا إن مفيش حاجة أنت بتعملها ولا تستحملها وربنا ما بيلاحظهاش أو ينساها. علان قام سابني ومشي وطلع مرة تانية على شركة التأمين، لكن برضه معرفش ياخد منهم ولا حق ولا باطل. ومن يأسه وإحباطه فجأة هبت معاه وطلع علان على المحكمة ورفع دعوة ضد الله بصفته مسؤول عن تدمير مركبته. ومن غيظه وعندا فيا عشان كلامي ضايقه حدد كل المسؤولين الدينيين ورجال الله
كل الطوائف وكل المذاهب الدينية كممثلين عن الله. وفعلا اجتمع ممثلين الأديان نيابة عن الله ومعهم المحامين بتوعهم وشركات التأمين عشان يوجدوا طريقة يحلوا بيها المعضلة دي. الموضوع عجب الميديا ووسائل الإعلام وطلع ترند. بس وبدأت الحرب. في المحكمة واجه ممثلين الأديان مشكلة كبيرة، وهي إن يا إما هيضطروا يعترفوا إن تدمير مركبة علان كان في الواقع من أفعال الله وساعتها هيضطروا يقبلوا دعوته ويعوضوه، أو إنهم ينكروا تماماً وجود ربنا، وساعتها ده معناه إنهم بينكروا إيمانهم، وهيكون اعتراف منهم إن كل المؤسسات الدينية هي عبارة عن كيانات كذابة. And the defendant is? There is no defendant, Your Honor. We are moving for a strikeout on that The basis. defendant is God. بس في الحالة دي هيحطوا علان في موقف إنه هيكون مضطر بطريقة ما إنه يثبت وجود الله عشان يعرف ياخد حقه. And blasphemous, Oh, Your Your Honor. Honor. الموضوع كبر، كل وسائل الإعلام عايزة تلحق الترند، بس مفيش غير واحدة اللي عرفت تقنع علان إنه يتكلم معاها، وهي فلانة. ولو في إنسان في العالم بيكره شركات التأمين أكتر من علان فهي فلانة. فلانة ساعدت علان إن صورته وصوته يظهروا بشكل كويس، ومش بس كده، بدأت تكلم ناس تانية كانوا ضحايا هم كمان لشركات التأمين تحت بند أفعال الله، وخلتهم يتكلموا مع علان عشان ينضموا للقضية بتاعته. وقضية علان اتحولت لدعوة عامة بتضم مئات من الناس، ونجحت خطتها. لكن على الجانب الآخر الناس بدأت تنتقد علان بشكل كبير، والموضوع وصل لأن بعض الجماعات الدينية المتطرفة هجمت على بيته وعيلته. علان سألني انسحب؟ قلت له معرفش، برغم انه كان متوقع اني هقول له انسحب فورا، فطلب مني اكمل وقال لي انا عايز اعرف مشيئته. قلت له الخطوه السادسه، وهي خطوه ممكن تحس انها كليشيه شويه، بس هي الصلاه، او للدقه انك تفهم دور الصلاه. علان قال لي ما انا بصلي. فقلت له يا سياده المحامي، لما يجي نتكلم عن مشيئه ربنا لازم تفهم كويس قوي ان استجابه الصلاه مش بتقول لك تعمل ده ولا ده، ولا هي بتقرر لك تاخد انهي اختيار في حياتك، انما هي بتديك القدره انك تميز وتشوف الامور بصوره اوضح ما كنتش شايفها قبل كده، عشان القرار يكون بتاعك انت في النهايه. فحكيت له قصه حصلت معايا قبل كده. في مره لما كنت في مصر جالي شاب شغال في دوله الخليج، وجاله عقد مرتب كويس في مصر، وكان بقاله شهور بيصلي عشان ربنا يختار له الاصلح ليه، لكن مفيش اي نتيجه. كان بيصلي ان ربنا يقفل له واحد من البابين المفتوحين له عشان يتاكد ان الباب الثاني هو الاختيار الصح، وان دي بالفعل مشيئه الله، لكن ده ما حصلش، وبدا يشك في الله وفي الصلاه وفي الاستجابه. المشكله هنا ان الشاب ده فاكر ان ربنا بيدي اجابات جاهزه، لكن في الحقيقه دور الله انه يديك رؤيه سليمه للامور ويسيبك انت تختار بنفسك، لان الله لو هيديك اجابات جاهزه في كل امور حياتك يبقى فين ارادتك انت وحريتك كانسان؟ الله مش بيشتغل بالطريقه دي، ربنا مش بيختار لينا، واحنا المسؤولين بشكل كامل عن نتائج اختياراتنا. You've done a fantastic job, Chris. I mean that. ومع ذلك الله مش بيسيبنا لو اخترنا غلط، وبيساعدنا نعدل نتائج قراراتنا السيئه ويحولها بقدر الامكان لخير لينا. علان مشي وقرر انه يكمل القضيه، برغم من التاثير السيء بتاع الاعلام على عيلته اللي بدات تتكلم عنهم وتفضحهم بطرق مهينه، والمشاكل زادت لما الاقساط والديون اللي على علان وعيلته بسبب المركب قربت مواعيد تسديدها. وفي الاخر اهله ومعاهم بنته قرروا انهم مش هيقدروا يعيشوا وسط الضغط اللي بيتعرضوا له، وانهم هيسيبوا البلد. You don't have a choice. وفجاه علان جات له الفرصه الذهبيه. شركه التامين اتفقت مع الكيانات الدينيه انهم يسووا الموضوع بره المحكمه، وعرضوا على علان مبلغ مالي كبير اكبر من التعويض وثمن المركبه بتاعته، في مقابل انه يتنازل عن القضيه. ودي كانت نقطه فاصله في حياه علان، لانه لو وافق اي نعم هيطلع كسبان وواخد حقه من شركات التامين، بس في نفس الوقت هيطلع ندل وهيخذل كل ضحايا شركات التامين اللي وثقوا فيه واعتمدوا عليه انه يجيب لهم حقهم. I didn't promise anything. وهنا جالي اعلان للمره الثالثه وسالني اعمل ايه؟ احكي لي الخطوه السابعه. قلت له اخضع. الخطوه السابعه انك تخضع لمشيئه الله، ومهم جدا انك تفهم معنى الخضوع. الخضوع لله مش معناه انك ما تحاولش ولا ما يبقاش عندك طموح، انما انك يكون عندك ثقه تجاه الله. والخضوع مختلف عن الخنوع، واللي هو الخضوع بس وانت مضطر عشان ما قدامكش حلول تانية. انما الثقه هو انك تحط كل افكارك وحياتك في ايد الله. فلو كانت خطتك لحياتك هي الاهم بالنسبه لك مش هتقدر انك تخضع لمشيئه الله، وهتفضل انك تدور عليه في اوقات الحيره والضعف بس.
وفي اوقات تانية لما تحس انك جامد وقوي وواثق من نفسك، الله مش هيكون ليه مكان في حياتك، لانك اتعودت تلجأ له وقت الحيرة بس، وتعتمد على نفسك لما تحس ان الدنيا متظبطة، مع ان ده اكتر وقت ان انت محتاجه فيه، عشان ما تبوظش حياتك وانت معتمد على حكمة زائفة او قوة وهمية. فكرة الخضوع يا علان معناها انك تعمل كل اللي تقدر عليه وتسيب النتائج في ايد الله، وتقبل النتائج دي برضا وانت رامي كل ثقتك فيه، انك عارف كويس انت مآمن بمين. واهم نقطة لازم تفهمها كويس جدا ان الخضوع مش معناه انك تبطل تتحرك في سكتك ولا تفضل قاعد مكانك محلك سر وتقول اصل انا سايبها على الله، لا، رحلة كده مليانة حركة وتفاعل ومحاولة ومشاعر احباط مرة ومشاعر انجاز مرة، مليانة خطوات توقعك مرة وتقومك احسن بعدها، وتعدل طريقك وتطور اسلوبك ونفسك. علان طلب مني اديله قرار، قال لي قول لي في كلمة واحدة اكمل ولا لا؟ قلت له مش هكرر لك، وكالعادة علان مشي، رفض التسوية وكمل القضية. Did you see any evidence of storms when you were there? في المحكمة علان استجوب موظفين الشركة وسألهم هل كان في عاصفة شديدة قبل ما البرق يضرب مركبتي؟ الشاهد قال علان سأل هل الرياح أو العاصفة دي كانت من أفعال ربنا؟ فالشاهد رد ما أقدرش أجاوب. فعلان قال له تمام، بس مع ذلك تقدر تجاوب إن مركبتي غرقت بسبب أفعال الله. Mr. Piggott. بعدها علان استجوب صاحب شركة التأمين نفسه وسأله ليه ما يبقاش اسمها أفعال العاصفة، أفعال الزلزال، أفعال البرق؟ وصاحب الشركة جاوب إنه من المعتاد إنهم يسموها أفعال الله. وعلان سأله هل ده بسبب إن اسم الله له سلطة معنوية وقوية وحقيقية مش موجودة غير في اسم الله؟ No. فعلان نهى استجوابه بالسؤال الأخير وقال له السنة اللي فاتت شركتك صرحت إنها حققت أرباح تقدر ب$6 مليار، هل الكلام ده حقيقي؟ فالراجل جاوب حاجة زي كده. وعلان قال له كويس قوي، ما تنساش تشكر الله على أفعاله. They said it was an act of God. Act of God. They said it was an act of God. Act of God. Thank you. علان خلاص كان قريب من الفوز والدنيا كلها مقلوبة، لحد ما المحامي المدعي عليه طلب فلانة للشهادة، وكشف إن والدها توفى في حريق منزلي، وشركة التأمين قالت إن الحريق كان بفعل فاعل ورفضوا يعوضوها، وأثبت إن القضية بالنسبة لفلانة هي مجرد حيلة دعائية منها تنتهي من شركات التأمين، Your house burnt down. Did it? ومنها تبيع القصة الكاملة لقضية علان باعتبارها الوحيدة اللي معاها تفاصيل القصة كاملة، وبالتالي تطلع لها بمبلغ Was it مادي something to كبير. do with Mr. Myers? Oh, Your Honor, Miss Redmond and I are not in trial here. بعد المفاجأة دي علان اتصدم، اتخانق خناقة كبيرة مع فلانة، والقضية بدأت تصب في صالح ممثلين الله، وعلان حس إنه على وشك إنه يخسر كل حاجة، أهله وبنته اللي قرروا يسافروا من ناحية، والقضية وفلانة اللي كان بدأ يقع في حبها من ناحية تانية. وجالي يطلب نصيحتي للمرة الأخيرة، وكملت له خطوات مشيئة الله للمرة الأخيرة. قال لي أنا مشيت على ال7 خطوات اللي طلبت مني أعملهم عشان أعرف مشيئة الله، أعمل إيه تاني؟ قلت له آخر خطوة فاضلة هي إنك تصبر. الفيلسوف والكاتب جان جاك روسو كتب إن الصبر هو المرارة اللي بتثمر حلاوة. الصبر هو صفة محتاجها أي إنسان عايش على وجه الأرض في كل جوانب حياته عشان يقدر ينجح في أي حاجة، بس إحنا هنا بنتكلم عن الصبر عشان نحقق مشيئة الله. بص يا علان، كإنسان عايز تعرف مشيئة ربنا لازم تدرك إن الصلاة نتيجتها مش بتيجي في لحظتها، يعني ما تتوقعش إن ربنا هيفتح بصيرتك بشكل كامل في موضوع القضية ده أو أي موضوع في دماغك بعد ما تقف تصلي 10 دقايق. Drop your case. I'm sorry? الموضوع محتاج أكتر من كده ومتوقف على علاقتك الحية مع الله، عشان كده مهم إنك تصبر وتستمر في الصلاة. وأنا هنا بكلمك عن الصبر الإيجابي، يعني الصبر وأنت شغال وأنت بتعمل اللي عليك، مش إنك تصبر مستني الفرج من عند ربنا وأنت واقف مكانك ما بتتحركش وعايز الله يحل لك كل حاجة من عنده على الجاهز. رحلة من غير الصبر مش هتوصلك لمشيئة الله، ولا في موضوع القضية ولا في حياتك. فعلان قال لي أنا حاسس إن الموضوع صعب. قلت له بص، الكلام يبان صعب وغامض، لكن بمجرد دخولك الرحلة تبدأ واحدة واحدة تكتشف طبقة جديدة، كأنك بتقشر بصلة. عارف البصل يا علان؟ فكل مرة بتقشر طبقة منه بتوصل للعمق أكتر. فأنا معاك إنك ممكن تفكر إن ال8 خطوات اللي اتكلمنا عليهم محتاجين زمن قبل ما تقدر تتعرف على مشيئة الله، بس ده مش حقيقي، لأنك لو رحت لربنا عشان تكون معاه علاقة صادقة مش مبنية على مصلحة معينة هتقدر في وقت قصير إنك تفهم مشيئة الله. لأن في الأول وفي الآخر مشيئة الله مش تعويذة ولا شكل من أشكال الدجل يعرفك القدر المكتوب. افتكر إنك قدام إله حي وشخصي وواعي وعاقل وحاسس بيك، وساعتها هتقدر تبني علاقة معاه وتبدأ تفهم. لكن من غير العلاقة دي فأنت بتضيع وقتك وجهدك في محاولات يا تصيب يا تخيب، ومش من المفترض أصلا إنك تنسبها لربنا في الآخر. علان مشي من عندي وطلع على المحكمة، وبدأت الحرب الأخيرة. Well, nothing can stop us now.
فجأة وبدون أي مقدمات إعلان قام من مكانه وطلب من القاضي إنه يسحب دعوته وينسحب من القضية. He can't do that. وقال إن استخدام شركات التأمين لمصطلح أفعال الله هي طريقة مضللة منهم لتحقيق مكاسب أكبر. ربنا مش ماشي يغرق مراكب الناس ولا يسبب زلازل وعواصف، ولا هو حاطط مخطط عشان يدمر حياة البشر. الله هو إله حب، إله خير. ويمكن مركبتي اللي غرقت كانت مجرد ذرة غبار صغيرة في مخطط كبير، مخطط وصلني لفلانة اللي حبيتها بجد. وخسارة مركبتي هي ولا حاجة في مقابل مكسبي لمعرفة مشيئة الله ومعرفة فلانة. But you know, Your Honor, there's something else. سيادة القاضي، أنا من الأول رحت للقضية وأنا بحاول أكتشف مشيئة الله، وطول الوقت مستني منه يديني قرار، هل اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط؟ أوقف ولا أكمل؟ بس اللي فهمته إن الله مش هيديني قرار. الموضوع يا سيادة القاضي عامل زي ما أكون أنا سايق عربية، والله راكن جنبي، هو بيوجهني بيرشدني، بس أنا اللي سايق، أنا اللي ماسك العجلة، وأنا اللي باخد القرار. هو ممكن يقول لي هادي هنا شوية، أنت ماشي بسرعة شويتين، أو امشي على طول طريقك زي الفل، بس خد بالك. الفكرة هنا، هل أنا عندي النية إن أسمع لمشيئته وتوجيهه حتى لو كانت عكس مشيئتي؟ لكن الجميل في الله يا سيدي القاضي إن حتى لو أنا اخترته ومشيت غلط ولجأت له بعدها، هو برضه قادر إنه يحول النتائج لصالحي، بل يحول الشر لخير ليا لو أنا ماشي معاه. ويحضرني هنا سيدي القاضي قصة يوسف النبي. فبالرغم إن الله ما منعش الظلم والشر اللي يوسف اتعرض له، يعني ربنا ما منعش شر إخواته إنهم يرموه في البير، ولا إنه يتباع عبد، ولا حتى إنه يترمي في السجن ظلم، لكن مع ذلك ربنا استخدم كل الشر والظلم ده وحوله لخير ليه. وحابب أختم مرافعتي بإن الله لم يعدني بسهولة الطريق، لكنه وعدني بالسير معي، وبإن الغلبة أمر محتوم في النهاية. وعلى مدار كل هذه السنين اكتشفت وتعلمت وتأكدت إن سيره معي هو العامل الأهم الذي يضمن حتمية الوصول والاستمتاع بالرحلة رغم صعوبتها وألمها. والفضل كل الفضل لنعمته الدائمة ولصلاحه الذي لم ولن ينقطع. شكرا سيادة القاضي.